مشاهدينا، علشان يكون عندنا جيل واعي ومبدع بكرة مهم إننا نبدأ من النهاردة نعلم أطفالنا بجانب المناهج التعليمية الدراسية المختلفة يكون عندهم موهبة يتعرفوا من خلالها على فنون ومهارات حياتية كتير، وفي نفس الوقت يكونوا بيقضوا وقتهم في شيء مفيد ومسلي. لو تفتكروا زمان كنا بنحب دايما نلعب بالصلصال ونكون منه أشكال مختلفة، لكن الجديد النهارده ان الصلصال ما بقاش مجرد فن ترفيهي تلعب بيه وتكون منه اشكال، لكن هو اسلوب ومنهج تعليمي. وهي دي التجربه المميزه اللي سعى من خلالها متخصص المهارات اليدويه محمود رضوان، واللي اعتمد اول منهج تعليمي من فن الصلصال. فتعالوا النهارده في حلقتنا نتعرف على تجربته المميزه، وكمان نعرف ازاي ممكن الصلصال يفيد اطفالنا تعليميا وسلوكيا ونفسيا، يعني من كل الجوانب، وازاي ممكن نعمم التجربه في مختلف الحضانات والمدارس. مشاهدينا، زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، الصلصال ما بقاش مجرد فن انت بتلعب بيه وبتشكل منه اشكال مختلفه، لكن هو اسلوب تعليمي. عايزه اقول لحضراتكم ان كل اللي حوالينا ده متصنع من الصلصال، تحف واشكال فنيه غايه في الروعه. هنعرف ازاي ممكن الصلصال يكون اسلوب ومنهج تعليمي من ضيفنا محمود رضوان متخصص المهارات اليدويه. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام بخير. محمود، انت دلوقتي دخلت علينا بفكره جديده ومختلفه، وقبل ما اتكلم عن التحف الفنيه اللي انت عاملها وازاي كمان الاطفال ساعدوك في تنفيذ بعض منها، عايزين نرجع كده للبدايات شويه ونعرف انت اصلا خريج ايه، درست ايه، وايه اللي خلاك تهتم بمجال الصلصال تحديدا؟ اولا انا سعيد جدا بوجودي معاكي، ربنا حاجه تشرفني جدا يعني. انا اسعد والله. انا بدات الصلصال زي اي طفل بيلعب من سن 3 سنين بقى، والدنيا كانت عاديه جدا يعني. الموضوع تطور مع الوقت نتيجه ان انا بلعب كتير جدا بالصلصال. طبعا ما فيش منهج محطوط في العالم كله او في مصر تحديدا للصلصال وتنميته عند الاطفال بشكل معين. مظبوط. ودي كانت مشكله بتواجهني انا، ان انا كنت بدور على اللي ينميني انا وانا طفل، او ان لو انا عندي موهبه ان ازاي انها تكبر، بس ده ما واجهتوش، ما لقيتش حد يعمل لي كده. دخلت كليه تجاره جامعه القاهره. ده ساعدني جدا في ان انا اقدر ادير العمل بتاعي اذا كنت حابب ان انا اكبره. وكمان قررت ان انا اكبر اكتر في موضوع الصلصال، ان انا اقرا في التشريح بتاع جسم الانسان واعرف افرق ما بين انواع الصلصال اللي موجوده كتير جدا. انا بلعب بكل انواع الصلصال من وانا صغير. بعد كده اكتشفت ان في انواع تانية للصلصال غير الصلصال العادي اللي بنلعب بيه مع الاطفال، ان في صلصال حراري وفي طين خزفي وفي طين فخاري، وفي انواع كتير جدا من الصلصال بانواعها والوانها كتير جدا. انت عامل تجربه جديده ومختلفه، ان الصلصال مش مجرد فن لكن هو اسلوب ومنهج تعليمي. ازاي ممكن نستخدم الصلصال الطبيعي اللي احنا كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين في اننا نعلم الاطفال يعني حاجات مختلفه، وفي نفس الوقت ننميهم سلوكيا ونفسيا؟ تمام. الصلصال ممكن يكون بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا هو لعبه بس. بس هو بالنسبه لي الصلصال مش لعبه بس، الصلصال حياه كبيره شويه عندنا. هو شغلي وهو حياتي. واصريت على ده يعني، مهما كان في حاجات كتير جدا موجوده. فالفكره كلها ان الصلصال نتكلم بشكل عملي شويه او بشكل علمي حبه. فكره ان احنا بنلعب بالصلصال بايدينا. فكف ايدي الواحده فيها 34 نقطه حسيه متوصله بالكف والدراع بتاع جسم الانسان، متوصله بالاذن بتاعته، متوصله بمناخيره، متوصله بجيوبه الانفيه، متوصله برقبته، متوصله بزوره، متوصله ببطنه وقلبه والكليه بتاعته والكبد بتاعه. فمتخيله لما يجي هو ماسك ايده كده، مجرد ان هو يلعب بالصلصال هو نمى كل حته في جسمه. هو مش بينميها بمعنى ان هو كانه مثلا بيشيل حديد فبيقوي العضله بتاعته، ولكن انه بيقوي الاعصاب وبيدي اشارات للمخ ان الحاجه دي بتتنمى، فبيحسن من استخدامها اكتر، لانها بتدي اشارات للمخ. فاحنا عندنا 100 مليار خليه موجوده في المخ بتاع جسم الانسان، بنستغل منها 10% بس. فال10% دول لو احنا ممكن نستغلهم صح وممكن نستغلهم بكفاءه كامله، ممكن نستغلهم مش صح ومش بكفاءه الكامله. محمود، دلوقتي الصلصال نفسه انت يعني خلاص اعتمدته كمنهج تعليمي،
اولا فكره الاعتماد، طب يعني ايه منهج صلصال، تعليم صلصال؟ هم ما سجلهوش كفكره منهج، لان هم بالنسبه لهم المنهج في مصر هو العربي، الانجليزي، الفرنساوي، الحساب، الحاجات اللي هي اللي احنا متعودين النمطيه. بالظبط. هو سجل كفكره بحث طريقه تعلم بالنسبه للاطفال. ده كان بالنسبه لي مفهوم جديد ومفهوم مهم جدا للاطفال. احنا في البحث ده كنا بنتكلم على فكره ان ايه اهميه الصلصال بالنسبه للمجتمع اصلا ككل. ان احنا لو قدرنا ان احنا نوصل للمرحله دي، للفكره دي في حد ذاتها، ده هيكون شيء مميز جدا بالنسبه للاطفال. الفكره اللي خلتني اصلا انتقل من فكره ان انا بلعب بالصلصال لفكره منهج هي نقطه مهمه جدا. الموضوع بدأ بان انا كنت في كليه تجاره بنعمل بحث عن فكره منشاه بتواجه مشكله فبنحاول نحلها. وليكن المشكله ان هو الشركه محتاجه 100,000 جنيه ومعهاش ال 20,000 جنيه، ففي مشكله 80,000 جنيه محتاجه توفرهم الشهر ده. كان البحث بدايته ان احنا عندنا 5 حلول اساسيه، وبيتراوح منهم كل واحد فيهم 5 حلول فرعيه، ف5 و25 يبقى عندنا 30 حل لمشكله واحده بس. فقررت ان انا اسال المدرسين في كليه تربيه قسم طفوله بالنسبه للاطفال لما بيواجهوا المشكله اللي هو تكوين الشكل بالصلصال، ايه الاشكال الهندسيه المقترحه بالنسبه له؟ قالوا لي تقريبا متوسط الاشكال اللي يعرفها الطفل من 5 ل9 اشكال. ف5 9 اشكال يعني كوره ومثلث ومربع ومستطيل، الحاجات اللي هي العاديه عاديه. بس بالنسبه لي انا كانت بالنسبه لي يعني فكره معقده جدا للطفل، ان ازاي هيفكر في الاشكال الهندسيه الكتير دي في حل المشكله بتاعته. فقررت ان انا ابدا لاسهل الاشكال الهندسيه اللي ممكن يعملها الطفل. وسالتهم في الكلام ده، قالوا لي ان اسهل حركتين للطفل هم الحركه الدائريه والحركه المستقيمه. فالحركه الدائريه هي انه يعمل كوره، بالظبط كده، دي اسمها الحركه الدائريه، تمام، بالشكل ده. والحركه المستقيمه اللي هي السلندر بتاعنا. من هنا بدات الفكره بتاعتي، ان انا بشتغل مع الطفل على الكوره والسلندر. بتحاول كمان تعالج الطفل اللي عنده بعض الاضطرابات السلوكيه بالزبط. او النفسيه من خلال لعبه بالصلصال، لان هو بيخليه يصبر، يبقى في عنده صبر اكتر وبيفكر بشكل مختلف. تمام. وده مثلا السلندر الصغير. تمام. فبقى كده عندنا الاشكال الاساسيه عندنا اللي هي الكوره الكبيره والسلندر الكبير، والنماذج الصغيره ما هي الا مجرد حافز للمساعده. ان هو انا بقول له ان في اشكال تانية عشان خاطر بس دماغه ما تقفش على نقطه ان هو محتاج يبقى فيه اشكال كتير، ما فيش قدامه غير شكلين بس. تمام. طورنا الموضوع شويه وعملنا الشكل بتاع الكوم بتاع الايس كريم. هي بتبقى كوره وبعد كده نعملها سلندر فيطلع معانا الشكل بتاع الكوم بتاع الايس كريم. صح. فالحلول دي كتير، بس هي ليها حل واحد اساسي وبيتفرع منها بعد كده الحلول الثانيه كلها. انا عمال العب في المخ الداخلي بتاع الطفل من غير ما هو يشعر ولا مش عايزه ياخد باله اصلا. طب انت اعتمدت البحث كده خلاص من القائمين على وزاره التربيه والتعليم، ولا قولي رحله اعتماد البحث يعني؟ كان ينقصنا اجراء ان احنا نسجل اللوجو نفسه. تمام. عشان نقدر نلحقه بالمنهج المقام. فالحمد لله قدرنا نسجل اللوجو بعد معاناه طويله كتيره جدا، والحمد لله قدرنا نسجل الاثنين مع بعض. ده كان شيء مهم جدا بالنسبه لنا. هل بدات بقى يعني تقتحم مجال التعليم بقى، لان هو فعلا اقتحام، لان دايما الاقتحام بيكون فكره مختلفه فبتدخل بيها في الحضانات المختلفه، المدارس، تعرفهم بفكرتك، الاطفال يستفيدوا منهم، لان هو طبعا الطفل هو المستهدف الاول من الفكره. 2008 انا دخلت كليه تجاره جامعه القاهره. 2009 انا كنت بدات الاقتحام بالفعل. تمام. خير. دخلت حضانات ودخلت مدارس وقلت يعني استخدم فكره الدراسه بتاعه التسويق اللي درستها في كليه تجاره جامعه القاهره، بان انا ازاي اسوق لفكره التعليم اصلا في الحضانات. لقيت ان الموضوع مرحب بيه جدا. فقلت طب يلا هبدا واحده واحده. فبدا الموضوع الاول بلعب، بعد كده بقى تطوره لبحث، وبعد كده بقى تطوره ان انا اقرا فافهم الفروق بتاعت الاطفال. في طفل عنيد وفي طفل عادي وفي طفل خجول وفي انواع كتير جدا من الاطفال. لكن كمان طبقت يا محمود بقى لفكرتك يعني انت دلوقتي اعتمدت الفكره كبحث خلاص، بدات بقى تطبقها في الحضانات والمدارس ولا لسه؟ لا طبعا، احنا من ساعه ما بدانا احنا بنطبقها بالفعل وبنطورها كمان. يعني احنا بنطبقها وبنطورها بشكل مستمر ودايم، لان التيم بتاعي اللي موجود شغال معايا في منهم ناس خارجين كليه تربيه، وفي منهم فنون جميله وتربيه فنيه، وفي منهم هندسه. فطبعا تخصصات مختلفه بالظبط. انا بحاول استخلص منهم هم بيشتغلوا معايا يقولوا لي لا احنا خلي بالك في حاجه هنا غلط لازم نعدل، فنبدا بنعمل ابديت دايما على البروجرام بتاعنا. انت اصلا بتشتغل على اي فئه عمريه من الاطفال؟ احنا بنشتغل على الفئه العمريه من اول 2.5 سنين لحد سن 15 سنه. ليهم ليفل 3 ليفلات بنشتغل على اساسهم. الليفل الاولاني اللي هو بسيط خالص، اللي هو نعرفهم الكوره والسلندر واساسياتهم وازاي نكون الاشكال. مجرد ما هو بيبدا ان دماغه خلاص اتسيستمت بالفكره دي، ان هو اي شكل يواجهه في حياته يقسمه الكوره والسلندر، ويقسمه مثلا ساعه
فبحط الساعه قدامي يقول لي ممكن يبقى الاستيك بتاعه يبقى سلندر، بعد كده الساعه نفسها كوره، وبعد كده عندنا كوره صغيره اللي هي اللي بتتلف منها، بعد كده ممكن نحط حواليها سلندر، وهكذا يبدا ان هو يقسم يكون الشكل. اول ما يبدا ان هو يفكر بالتفكير ده خلاص انتهى ليفل 1. ليفل 2 ان هو بيعمل تمثال بكركاز حديد، بيبنيها كانه مهندس ويبدا ان هو يعملها ويلزقها على قاعده خشبيه. ليفل 3 بقى ان هو بيعمل فيلم انيميشن، بيعمل الديكور وبيعرف الكاميرا ازاي يشتغل عليها، بيعرف يشتغل ازاي على برامج معينه على الكمبيوتر، ازاي يحط عليها صور ويمشي ازاي الفيلم بتاعه، بيعمل الكاركتر، بيتعلم ازاي الخياطه، يتعلم ازاي ان هو يحط الوشوش نفسها بالصلصال الحراري في الفرن وازاي يركبها عليها، الليبسنج بتاع الكاركتر ازاي بيحصل، ازاي ان هو يحط ايد ويشيل ايد والحاجات دي كلها. طبعا بيعمل كل الكلام ده لوحده تماما، انا مجرد بس بدير الموضوع او بتفرج عليه من بره عشان لما في خطا يحصل ابدا ارجع له تاني. طيب قول لي يا محمود، انت دلوقتي المرحله الجايه ان شاء الله علشان نقدر نعمم التجربه في مختلف الحضانات والمدارس، ايه اللي ينقصك؟ تمام. هو انا بالنسبه لي الحاجات اللي ناقصه طبعا يبقى لازم يكون في دعم من الدوله تجاه بروجرام او برنامج معين موجود عشان خاطر ان احنا نقدر ندرسه. ده بيفرق كتير جدا. انا نفسي او ده حلم من احلامي ان احنا ليه ما ندرسوش في المدارس الحكوميه، يعني نلف مصر كلها وندرس للاطفال في جميع المدارس الحكوميه وبلاش. انا مش ده هدفي، ان انا مش هدفي ان انا ربح. يبقى الربح المادي قد ما هدفي ان انا اشوف الاطفال دي كلها ناجحه. بالطبع الربح المادي هيجي نتيجه ده، لما هم ينجحوا ويتفوقوا ويعملوا حاجه كويسه، انا ربحي ان انا اشوفهم ان هم ناجحين ومتفوقين، ده في حد ذاته نجاح برنامج انا عملته، ولو في خطا في البرنامج هكتشفه وهصلحه. ده في الحالتين انا الكسبان وانا المستفيد. بلس ان انا اقدر ان انا استخدم المنهج ده في ان انا الف العالم كله بقى ونشوف الاطفال اللي فعلا هتستفاد بالمنهج ده. نقدر نروح افريقيا ونلعب مع الاطفال اللي في افريقيا فعلا بالمنهج ده ونطورهم. افتكر دي هتبقى علاقات كويسه جدا كناحيه علاقات سياسيه دوليه كمان يعني. بالظبط. فانا ده حلمي وده هدفي، ان احنا يبقى عندنا المنهج اللي يلف العالم بس يكون مصري، بدل ما احنا عاملين نستورد برامج من بره عشان خاطر هي بس اجنبيه، وده الهدف بتاعنا عشان خاطر ان احنا ندرسها في مصر. يعني ده هيبقى بالنسبه لي شيء مهم جدا. طب محمود، انت دلوقتي قلت لي ان عايز المدارس الحكوميه تطبق ده، هل معنى كده ان في مدارس خاصه طبقت الموضوع او تبنت؟ في مدارس خاصه كتير جدا من ساعه ما بدانا واحنا بندرس فيها المنهج بتاعنا. وحضانات كتير جدا في مصر اجنبيه ومصريه في نفس الوقت بتدرس المنهج بتاعنا من بدري جدا. طيب اخيرا يا محمود، قبل ما ندخل ونشوف المحاضره اللي انت يعني هتبداها مع الاطفال وتعلمهم، اوقات كتير بيبقى في انواع كتير من الصلصال في مصر عموما يعني، وما بقاش عارفين ايه الصلصال الكويس، الماتيريال بتاعته كماده خام كويسه والماتيريال اللي مش كويسه اللي ممكن تضر صحه اطفالنا. ايه الفرق بينهم؟ يعني نعرف الفرق منين؟ تمام. اول حاجه ان لما الصلصال يبقى محطوط عليه كيس من فوق، الصلصال ده لو جيت مسكت الكيس من فوق لقيته فيه زيت يبقى الصلصال ده وحش جدا. الخطوه اللي بعد كده اذا فعلا هو جيت امسح الكيس لقيته مش مزيت، اشمه. لو لقيت الريحه جميله جدا افهم ان في كارثه هم مخبيينها جوه بالريحه الحلوه دي. تمام. برضو مخدوش. هي تمام كده. نيجي بعد كده على النقطه ان انا اشتري الصلصال فعلا واجي العب بيه. لو انا مسكت الصلصال، اول خطوه عشان اعمل تيست للصلصال ان انا امسكه على ايديا واعمل كده على ايديا. لقيت الصلصال بيطلع لون، وليكن مثلا ده زي ما انا عملت كده، ده طلع لون، معناها ان الصبغه يعني ايدي الثانيه اهو، بص جه في ايديا الثانيه برضو، ده معناه ان الصبغه اللي جوه الصلصال نفسه الصبغه كتيره. فالصبغه الكتيره دي هتؤدي ان الايد يعني بص دخل جوه اطراف ايدي، دخل جواها، فده هيأذي الطفل وهيعمل له برضو حاجات في امراض جلديه كتير جدا. ما يكونش فيه لون، ما يكونش فيه لون خالص، يبقى لا لون ولا ريحه ولا زيت. بالظبط ولا لون ولا ريحه ولا زيت. اخر نقطه خالص ان ما يكونش بيفرول، يعني ممكن يكون فيه كل الكلام ده كله بس يكون بيفرول، يعني يكون بيتفتفت. اول ما امسكه الاقيه بيتفتفت وبيقع منه حاجات وبينشف بسرعه. دي اهم حاجه برضو موجوده. النقطه بس اللي انا حبيت اوصفها مهمه جدا، انواع الصلصال كتير جدا، بس الصلصال كصلصال بنلعب بيه مع الاطفال انواعه كترت الفتره اللي فاتت. الصلصال اللي احنا بنشتغل بيه اسمه بلاستوسين، ده الاسم العلمي بتاعه. تمام. بلاستوسين هو لانه بلاستي اللي هو البلاستيك، والسين هي الماده الكيميائيه بتتحط عليها عشان خاطر يبقى مؤهل اصلا ان الاطفال تلعب بيه. فالماده دي اصلا قابله انها بتقتل الحشرات والميكروبات والجراثيم عشان خاطر الاطفال لما يلعب بيها يكون بشكل صحي. لو لا قدر الله الطفل اللي كل منها حته هي مش هتتفاعل مع الجسم، زي ما دخلت زي ما خرجت على طول. طيب اذا اتعاملنا مع النوع الرديء
لا مش هيكون زي مدخل زي ما خرجت، لان نتيجه ان هي عماله تفرز زيت وتفرز الوان، فمتخيله الموضوع يبقى صعب ازاي. طبعا المفروض ان الطفل من اول سن سنتين ونص 3 يبدا يلعب بالصلصال. قبل كده بلاش خالص، لان هو اول فضوله بيجي ان هو ياكل الحاجه بعد ان هو بيشمها طبعا يعني. تمام. الصلصال اللي بيتعمل في البيت ده كارثه يعني. انا بواجه كتير جدا اولياء امور بيكلموني ان هم جابوا دقيق وعملوا عجينه ومليانه بملح، يقولوا لي احنا حطينا العجينه دي ان الاطفال ممكن يلعبوا بيها. العجينه دي ما فيهاش المواد اللي بتموت الجراثيم والميكروبات، فالطفل بيتعامل معاها على ان هي عجينه معموله في البيت فهي صحيه وامنه، بس هي مش صحيه ومش امنه. فيا ريت ما نعملش خطوه احنا مش ضرنا مش هتفيدنا. بالظبط كده. تمام. انا شايفه طبعا اشكال كتيره، ميداليات وتماثيل وشغل كمان صلصال حراري، وهنا في شغل كمان انيميشن هنعرفه اكتر بقى في المحاضره هتديها للاطفال واحنا معاك. يلا بينا. عارفين احنا النهارده هنعمل ايه الاول؟ هنعمل النهارده جزر وموزه. طيب مين فيكم بيعرف يعمل كوره؟ بنعمل الكوره بكف ايدينا ولا بصوابعنا؟ كف ايدينا. كف ايدينا. طب ليه لو عملناها بصوابعنا تبقى وحشه ولا تبقى حلوه؟ تبقى وحشه. طيب يلا كله يعمل كوره. اتفضلي. بصوا بقى هنعمل ازاي؟ بصوا الكوره جرين، شايفين الكوره جرين؟ هنعملها سلندر، بس ويت قبل ما تعملوا سلندر هنعمله بكف ايدينا مش صوابعنا كده عشان يبقى شكله حلو. اتفقنا؟ يلا كله يعمل الجرين سلندر. بصوا بقى السلندر ده هنعمل فيه ايه؟ هقطعه 2. بصوا بقى كده نحطهم عكس بعض كده حرف الاكس. طيب بصوا بقى انا هعمل ايه بعد كده الحركه اللي جايه. كله شايفني؟ بصوا انا هعملها ازاي. هحط صباعي كده في النص وهقفل ال4 عليهم في النص جوه كده. اخر حاجه بقى شايفين الكره الاورنج اللي معانا؟ بصوا هنعملها ايس كريم، اعملها كون. بصوا الكون يبقى عامل ازاي كون. هحط ايدي جنب الكره بالظبط كده وهميل كده عليها 1 2 3. الكون الاورنج من فوق هنفتحه كده فتحه بالشكل ده. انا عرفت نعمل ايه. هنا الجرين جوه الفتحه اللي عملناها في الاورنج. بصوا اخر حاجه هنعملها، هنعمل بقى خطوط 3 خطوط في كل ناحيه. جودي. انتي اسمك جودي ايه؟ جودي عمر حمدي. عندك كام سنه يا جودي؟ كده. لا كده. كده ولا كده؟ كده. كده يبقى ايه 3. عندك 3 سنين؟ طيب انتي لا كده كده 3 سنين. لا كده. طيب قولي لي انتي بتعملي ايه؟ كنتي بتعملي ايه دلوقتي؟ بعمل موزه. بتعملي موزه، بتعمليها من ايه؟ بعملها من الصلصال. من الصلصال. بتحبي تلعبي بالصلصال؟ طيب وعملتي ايه كمان؟ عملتي حاجه تانية حلوه. عملتي ايه كمان غير الموزه؟ دي ايه؟ دي اسمها ايه؟ جزر. بتحبي ماما تجيبك هنا وتلعبي بالصلصال مع اصحابك؟ طب انتي ايه اللي عرفتيه النهارده؟ عرفتي انتي في الاول ايه بتعملي الكوره؟ ارفعي لي ده عشان تقيل. ماشي حاضر. بتلعبي ايه؟ بتعملي ايه في الاول؟ ارفعي لي. كمان ارفع لك ده؟ طيب ها كده كويس كده. انتي بقيتي كويسه؟ انتي كده كويسه؟ طب قولي لي انتي اصلا انتي في كي جي 1 ولا لسه ما رحتيش؟ لا انا في حضانه. في حضانه؟ بتيجي الحضانه؟ طيب بتاخدي ايه في الحضانه؟ ورقه. بتعملي ايه بالورقه؟ وبرسم. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 7. انت في سنه كام اصلا؟ برايمري 2. تانية ابتدائي؟ طيب قولي انت لما بتيجي هنا بتحب تلعب بالصلصال؟ علي صوتك. ايوه هو بيعلي صوته وهو شاطر. طب قولي يا محمد انت اكتر حاجه بتحب تلعب بيها ايه؟ الصلصال والليجو. انت لما بتيجي تلعب بالحاجات دي بتلعب بس هنا ولا في المدرسه كمان بيكون عندك وقت تلعب بالصلصال؟ لا من زمان لكن دلوقتي خلاص. يوسف ازيك؟ انت نمت ولا ايه؟ انت عندك كام سنه يا يوسف؟ 7 وشهر. طيب قولي انت متعود تيجي هنا تلعب بالصلصال؟ طب انت بتحبه اصلا؟ ليه بقى اشمعنى؟
عشان انا اقدر العب، اعمل وش وجسم وولد. طب قولي يا يوسف، انت اصلا بتلعب بالصلصال في المدرسه ولا لا؟ مرة لعبت. مره واحده بس؟ مش دايما بتلعبوا في المدرسه، لما بتحب تلعب بتيجي تلعب هنا مع اصحابك صح؟ طب انت نفسك تلعبه في المدرسه؟ عشان ايه؟ علشان ان انا بحب العب اشكال.
المراحل الدراسية الأولى من بداية الحضانة هيأثر جدا على أطفالنا بشكل إيجابي تعليميا وسلوكيا ونفسيا. علشان كده الحقيقة أنا عايزة أناشد كل القائمين على العملية التعليمية، يا ريت نتبنى هذه الأفكار والتجارب المميزة من تعليم فنون الصلصال في مدارسنا والحضانات المختلفة. وكمان عايزة أوجه رسالة لكل أم وكل أب، ما تكسلوش عن تنمية مهارات أولادكم، لأن في النهاية لما هتنموا مهاراتهم النهاردة هنخرج جيل مبدع فكريا وكمان تعليميا، ولما يكونوا مبدعين هيفكروا بطريقة غير نمطية وغير تقليدية. وأنا النهاردة لما بتكلم عن مستقبل أطفالنا بتكلم عن مستقبل مصر.